لو مش بتلاقي حد يسمعك أو يفهمك أو بتحس إنك لوحدك، مش عارف تشرح وفي دوشة جوه دماغك، دورت على حلول كتير بس بترجع مشتت وتايه، أكيد عمرك ما جربت الجورنالينج أو بتجرب ولكن مش بتستمر. طب إيه فايدة الجورنالينج وإيه أنواع الجورنالينج وإزاي تبدأ وإيه العقبات اللي ممكن تواجهك وأسئلة كتير جدا ممكن تكون بتيجي في بالك. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ اول حاجه، ايه فايده الجورنالينج وليه لازم تبدا تدوين؟ الحقيقه ان الجورنالينج ليها فوائد كتيره جدا جدا جدا. يعني عمرك حسيت ان دماغك مليانه افكار ولكن مش عارف ترتبها، او بتحس انك مضغوط بس مش عارف السبب الحقيقي؟ مش بتعرف تفهم نفسك، بتعرف تحل مشاكل الناس وبتيجي عند مشاكلك مش بتعرف تعمل اي حاجة. عارفين كمان في اخطاء احنا بنعملها وبننسى اننا عملناها ونرجع نعيدها تاني رغم اننا اصلا يعني ندمانين عليها. الجورنالينج بقى بيحل تقريبا المشاكل دي واكتر. الجورنالينج هيساعدك تعبر عن افكارك ومشاعرك وتفهم نفسك، هيساعدك تفرغ دماغك، يعني هتقدر تاخد كل الدوشة اللي هنا وتحطها في الورق. بتعرف بقى تحل مشاكل اي حد تاني بس بتيجي عند مشاكلك ومش بتعرف تعمل حاجة. التدوين هيخليك تشوف مشكلتك كأنها مشكلة حد تاني فهتعرف تتعامل معاها بكل سهولة. التدوين كمان هيخليك تفتكر الأخطاء اللي عملتها علشان تبطل تعملها، وعشان كمان تراقب تطورك، هتعرف أنا كنت فين وبقيت فين. التدوين كمان هيخليك تحافظ على ذكرياتك، يعني ممكن تكون حاجة حصلت لك من سنين وانت بالكاد بتفتكر فيها اي حاجة بس مستحيل تبقى فاكر التفاصيل والإحساس وكل حاجة، مستحيل تبقى فاكر كل حاجة. إنما التدوين هيحافظ على ذكرياتك. تقريبا بعيدك نفس الكلام ولكن هو من الآخر يعني هيحافظ على ذكرياتك، يعني مهم تكونوا فهمتوا. كمان هيخليك تشوف إذا كان الوقت عدى على الفاضي أو بالفعل أنجزت حاجة. أحيانا بحس إني ما عملتش حاجة أو إن اليوم عدى على الفاضي وكده، بس لما براجع اللي دونته لا أنا عملت، أنا اليوم ما عداش وما كانش زيرو. التدوين هيساعدك تقلل من الألم والمشاعر السلبية، وكمان هيساعدك تزود من سعادتك أو من الإحساس بالراحة. التدوين كأنه ثيرابي مجاني حرفيا، هيخفف ضغط كبير جدا من عليك. أكيد مش عايز تكون شكاء وبكاء طول الوقت، يعني احنا مش بنشتكي للناس، احنا بنشتكي لربنا بس وبنكتب في الجورنال بتاعتنا وبس، مش هنفضل طول الوقت نشتكي، أصلا مش كل الناس هتفهم. التدوين هيخليك تعرف انت فين ورايح فين وماشي صح اصلا ولا لا، هيساعدك تاخد اكشن وتصحح مسارك. من الاخر التدوين هيخلي تفكيرك اوضح ومودك اهدى، وكمان ممكن يحسن من نومك. التدوين اقرب انك بتتكلم مع نفسك من غير حكم، من غير تصحيح، من غير ما حد يشوفك اصلا. طب ايه انواع الجورنالينج؟ في انواع كتير قوي منها، زي الهايلايت جورنالينج، ده بتختار احسن حاجة او يعني اهم حاجة حصلت في اليوم وبتبدأ تجورنال عنها. دايري لوج، زي جدول سريع ليومك، بتكتب اللي عملته خطوة بخطوة بدون تفاصيل كتير، ده بيخليك تتابع عاداتك وإنجازاتك اليومية. gratitude journaling بيقولوا يعني الامتنان، بس يعني خلينا نقول إن هي بتكتب عن حاجات أنت بتحمد ربنا عليها. 3 حاجات، بتكتب عن 3 حاجات، يعني حاجات بسيطة قوي. وإن شكرتم لأزيدنكم، في حاجات عندنا احنا واخدينها حق مكتسب ومش حاسين بأهميتها. نور الشمس، إننا عندنا بيت، إن احنا عندنا لبس، إن احنا فنجان القهوة، حاجات بسيطة قوي انت بتحمد ربنا عليها. بروموت جورنالينج، ودي بتكون أسئلة جاهزة بتبدأ تجاوب عليها، يعني مش بتحتاج بقى ان انت تفكر في حاجة معينة تكتب فيها، هي الأسئلة بتكون جاهزة وانت بس اللي عليك انك تجاوب عليها. هسيب لكم في الديسكريبشن لينك عليه PDF عليه أسئلة جاهزة زي دي تقدروا تجاوبوا عليها. مورنينج بيتشز، دي بنستخدمها أول ما نصحى من النوم، بتكتب كل حاجة بتيجي في بالك بدون تفكير، بدون ترتيب افكار، اي حاجه عشوائيه. في الغالب دي يعني اللي بيستعملها اللي بيتدرب على الكتابه او الاشخاص المبدعين يعني وكده، فبرضه تقدر تجربها يعني. ماشي، ازاي بقى ابدا تدوين؟ كل اللي محتاجه حرفيا هو نوت بوك وقلم، او لو حابب تستخدم او تدون بالشكل ديجيتال ممكن تستخدم نوشن طبعا على الPC وعلى الموبايل كمان، او ممكن تستخدم حتى النوتس بتاعه التليفون بتاعك. طب ايه هي المشاكل اللي ممكن تواجهك لما تبدا تدوين؟ مش عارف اكتب ايه، مش عارف استمر،
عاوز اكتب كل حاجة مش عارف تكتب ايه، ممكن تستخدم بقى طريقة من طرق الجورنالينج اللي اتكلمنا عنها. مثلا هتكتب عن بس 3 حاجات انت بتحمد ربنا عليهم، او انك تجاوب اسئلة جاهزة، او انك تكتب عن يومك عادي، او تكتب عن حاجات عشوائية تماما. اكتب عن القرارات والافعال اللي هتعملها، يعني اكتب بشكل عشوائي حتى لو هتكتب جملة واحدة بس. او ممكن في الاول تكون متحمس قوي وتبقى عاوز تكتب كل حاجة، الموضوع ده هيقفلك. يعني عاوز تكتب كل التفاصيل كل التفاصيل، اكتب اللي حصل في اليوم بس بدون يعني توغل او دخول بشكل مبالغ فيه في التفاصيل. طب مش عارفة استمر؟ الموضوع سهل جدا، هتعمل جدول او مربعات صغيرة لمدة 100 يوم، وكل يوم تكتب فيه هتعمل صح. او هتستخدم اي ابلكيشن متتبع عادات، لان احنا عاوزين نحولها لعادة. اعمل الارم، منبه، او خلي في اب يفكرك. حدد وقت ثابت، حط النوت بوك والقلم في مكان ظاهر، في مكان بتشوفه دايما قريب منك. اكتر مكان بتشوفه حط فيه النوت بوك عشان دايما تكون فاكر. لما تبدأ تكتب اي حاجة تيجي في بالك تكتبها، بمجرد ما تحط القلم ما ترفعهوش. يعني اي حاجة، يعني لو بتكتب عن حاجة معينة بس جت في بالك حاجة تانية، اكتب، ما ترفعش القلم عشان تفكر، اكتب بطريقة عشوائية تماما. واهم حاجة ما تراجعش نفسك. اكبر غلطة ممكن نقع فيها اننا نحكم على نفسنا، كتبت ايه ده، خطك وحش، الجملة دي ملهاش معنى. سيب نفسك تكتب بحرية. الهدف مش انك تكتب كويس او صح، الهدف انك تكتب بصدق. الموضوع مش محتاج انك تكون كاتب، الموضوع محتاج منك انك بس تكون انسان عاوز تفهم نفسك بصدق. اعمل سبسكرايب، لايك، شير، وبس كده. سلام.